كل سنة وانتم طيبين يا حلوين. رمضان كريم عليكم كلكم. رمضان فرصة حلوة ان احنا نحتفل بيها مع اولادنا وصحابنا والناس كمان اللي معديين في الشارع يبقوا مبسوطين بزينة رمضان. واحنا بنعلق الزينة نفتكر دايما انه ده كده احنا بنحيي شعائر الله، يعني احنا بنعمل حاجة عظيمة جدا بناخد عليها ثواب، مش مجرد ان احنا بنفرح كده الناس وبناخد صدقة كده وخلاص. فدي حاجة حابة أوضحها. تاني حاجة حابة أتكلم فيها النهاردة هي إنه الطفل ما ينفعش نقول له إحنا بنصوم عشان نحس بالفقراء. الجملة اللي إحنا كلنا وإحنا صغيرين كنا عارفينها مش هتنفع. وأنا يعني بعد تفكير كده في الموضوع ده، طب أنا لما زين يكبر هقول له إيه؟ هقول له إحنا بنصوم ليه؟ يعني هقنعه إزاي؟ لقيت إنه مش محتاجين إن إحنا نبرر له إحنا بنصوم ليه، لأن زي ما بنصلي، زي ما نتصدق، زي الحاجات دي كلها دي حاجات أوامر من عند ربنا. ربنا قال لنا نعمل ده عشان نقرب له، عشان ناخد حسنات. فمش محتاجين نقول له عشان نحس بالعطش ولا عشان نحس بالفقراء ولا الكلام ده، لأنه الجيل اللي جاي مش هيقتنع بالكلام ده خالص. يعني احنا كنا حافظينه واحنا ما كناش مقتنعين بيه. فاللي جاي مش هينفع معاه الكلام ده خالص. بنبدأ نقنع وبنفهم الطفل الصورة كاملة، بس ما نرددش حاجة احنا مش مقتنعين بيها، لانه طبيعي ان هو مش هيقتنع بيها كمان. فدي تاني حاجة حبيت اقولها لكم النهاردة بمناسبة رمضان، وبمناسبة يعني التعامل مع الاطفال وكده. استنوا بقى الفترة الجاية هيبقى فيها فيديوهات كتير جدا عن التعامل مع الكبار ومع الأطفال. دايما هنركز على الجانب النفسي لأنه مهم جدا، ولأنه محتاج اهتمام بيه زي ما بنهتم بشعرنا وجسمنا وكده. مهتمين كمان بروحنا. مساء الفل، رمضان كريم.